مساء الخير. انا اختاروني ان انا العب في باتل اوف ذا بارز في البحرين، هتبقى مسابقه للعرب بس. اختاروني من ضمن 16 لاعب من كذا دوله في البلاد العربيه. من حوالي يومين او ثلاثه عرفت اطلع الفيزا والتذكره كانت جاهزه. كان فاضل بس اسال حاجه، اذن السفر بتاع الجيش. عشان اجيب اذن السفر بضطر ان انا الف لفه كبيره كده، بروح الجامعه اجيب شهاده القيد، بعد كده اروح وزاره التعليم العالي في مدينه نصر اختمها، بعد كده اروح حلميه الزيتون اطلع التصريح. بعد اخيرا ما لحقت تجنيد حلميه الزيتون قبل ما يقفل الساعه 2 لقيتهم بيقولوا لي ان تصريح السفر مش هيتجاب من هنا، هيتجاب من العباسيه، وان انا مش هعرف اسافر اصلا غير باستثناءات اللي هي ولا حاجات فيهم توفرت فيا. حتى لما قلت لهم ان انا طالع بطوله كانوا طلبوا ورقه من الاتحاد، وطبعا ما فيش اتحاد مصري فمش هيعترفوا باي حاجه من الاتحادات اللي بره. فالموضوع احبطني شويه، بس قلت لا انا لازم اروح العباسيه واجرب. تاني يوم صحيت على المنبه لقيت واحد صاحبي باعت لي مسج فيها الشروط اللي المفروض تتوفر فيا عشان يطلعوا لي اذن سفر خلال الدراسه، لان انا طبعا التصاريح اللي كنت بطلعها كانت بتبقى في الاجازه فما كانش بيبقى فيها مشكله قوي، انما في الدراسه بتبقى ممنوع من السفر طالما انت طالب. لقيت ان في حته الرياضه او المؤتمرات الثقافيه او اي حاجه تبع الجامعه لازم ان هي تكون بقرار وزاري او بقرار من رئيس. انا ما خدتش بالي من رئيسي ساعتها، بس انا قريت رئيس جمهوريه عشان كنت رئيسي صح. المهم ان انا للحظه كده احبطت وحسيت ان انا مش هعرف اسافر، خصوصا ان طيارتي بكره. ففكرت ان انا ارجع انام تاني لان الموضوع مش هيبقى ليه فايده ومش هعرف اسافر في الاخر زي ما عرفتش اسافر المره اللي فاتت لما كنت رايح الصين عشان اشارك في نهائي كاس العالم ومصر. بس بعدين قلت لنفسي قوم، مش هينفع ان انا استسلم من غير ما اجرب. قمت نزلت رحت على العباسيه وسالتهم ايه المطلوب. طلع ان هم محتاجين قرار من رئيس جامعه ان هو يسمح لي بالسفر، وبعد كده هاخد الاذن السفر عادي. رحت من العباسيه لاكتوبر، لحقت العميد على اخر لحظه وهو ماشي، فهمت الموقف وكان متفاهم جدا للموضوع. السكرتيره كتبت لي القرار زي ما كان مكتوب والعميد مضى عليه ونزل. بعد كده قالت لي تاكد من الورق، فانا بتاكد لقيت ان هي غلطت وكتبت اسم البلد المفروض اسافرها المانيا بدل البحرين. فاضطريت ان انا اجي اليوم اللي بعده اللي هو يوم ميعاد الطياره اللي هو النهارده، وعملت القرار الثاني وطلعت بيه على وزاره التعليم العالي ختمته من هناك. بعد كده رحت على العباسيه واخيرا طلعت تصريح السفر. انا دلوقتي بكلمكم من مطار القاهره رايح البحرين عشان امثل مصر في باتل اوف ذا بارز، او الباتل اوف ذا بارز بتتعمل للعرب بس. فباختصار اللي عايز اقوله لك، مهما كان في صعوبات قدامك ما تستسلمش، حاول هات اخرك. اللي انت عايز توصله مش هتوصله وانت نايم في البيت، لازم تقوم وتتحرك، لازم تتعب. حتى لو انت متاكد بنسبه 90% ان التعب ده مش هيجيب نتيجه، لا اتعب. لو انت مقتنع ان ال 10% دول هيجيبوا نتيجه فنسبتهم هتزيد واكيد هتوصل للي انت عايزه.